الشده انا برضو ظهره، انا ليه درع الامان، يوم ما بطل اشجع اكون ميت اكيد. دي كلها عبارات بيهتفها جمهور النادي الاهلي علشان يدعم لعيبته علشان يفوزوا بالبطولات. هنتكلم النهارده عن جمهور النادي الاهلي ومواقفه التاريخيه اللي ساعدت النادي الاهلي على الرياده الافريقيه والعربيه والتواجد العالمي باستمرار. وانت اهلاوي بصحيح هتعمل لنا لايك وهتعمل لنا شير واكتب لنا رايك في الكومنتات. جمهور الاهلي بيلف ورا ناديه في كل مكان، وما تستغربش لو مشجع واحد من جمهور النادي الاهلي ممكن يقف ويشجع جمهوره لوحده. في المران الختامي للنادي الاهلي قدام الوداد المغربي في المغرب كان في مشجع واحد موجود في المدرج وفضل يشجع الاهلي طول الوقت علشان يروح له محمود الخطيب رئيس النادي بنفسه ويوعده بتذكره لحضور المباراه النهائيه. في نهائي دوري ابطال افريقيا 2017 اتعادل النادي الاهلي قدام الوداد المغربي في الذهاب هنا في القاهره علشان يروح جمهور النادي الاهلي الملعب التتش يملى الملعب بالكامل ويهتف للعيبه ويدعمهم قبل المباراه. وبالرغم من كده الاهلي ما كسبش البطوله، ويروح جمهور النادي الاهلي يستقبل لعيبته في المطار ويدعمهم ويطالبهم ببذل الكثير من الجهد في السنين اللي جايه. في شهر ابريل 2015 كان في رعونه من بعض لعيبه الاهلي قدام لاعبي المغرب التطواني في بطوله افريقيا. جمهور الاهلي يسكت لا يملى ملعب التتش لدرجه ان التمرين اتلغى والجمهور كان واقف في قلب الملعب والتمرين اتلغى، وكل جمهور النادي الاهلي فضل يهتف للاعيبته افريقيا او الرحيل عليكم ان تختاروا. في سنة 2019 تعرض النادي الاهلي لفضيحة كروية في بطولة افريقيا قدام صن داونز انه بيخسر بخماسية، والعودة كانت في استاد برج العرب. ملا النادي الاهلي استاد برج العرب والنادي الاهلي ما صعدش علشان يقرر جمهور النادي الاهلي ان يهتف للاعيبته واحد واحد بعد المباراة ويطالبهم بالفوز بالاميرة السمراء في السنين اللي جاية. وطبعا اللي جاي انتوا كلكم عارفين، والاهلي سيطر على القارة باكملها. من 5 سنين تعرض مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي لمرض خطير علشان يدعموا جمهور النادي الاهلي. زي اي فريق ممكن يدعم لاعب تعرض لمرض، لكن جمهور النادي الاهلي قرر يروح لمؤمن زكريا تحت بيته ويفضل يهتف له ويسانده ويدعمه للعوده من جديد. جمهور الاهلي ما قصرش على مؤمن زكريا، بالعكس بيدعمه في كل مكان وفي كل زمان. اخر المواقف اللي عملها جمهور النادي الاهلي مع فريقه في مباراه الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا اللي فات، جمهور النادي الاهلي ملى الاستاد لان النادي الاهلي كان محتاج يكسب المباراه بفارق هدفين، وحضر جمهور النادي الاهلي التواجد بكثافه في المباراه وبتشجيع طول الوقت من قبل المباراه ما تبدا عشان النادي الاهلي يقدر يفوز بعد الخساره من الهلال السوداني في السودان بهدفين. الاهلي صعد والاهلي خد البطوله كالعاده بسبب دعم جمهور النادي الاهلي. دي مواقف بسيطة عملها جمهور النادي الاهلي عشان يساند لاعيبته ويوصل النادي الاهلي للمكانة والريادة الافريقية والعربية. قول لي احنا نسينا موقف ايه عمل جمهور النادي الاهلي؟ لان اكيد مواقف جمهور النادي الاهلي كتيرة جدا، واكتب لنا في الكومنتات رايك في الحلقة وما تنساش تعمل لنا لايك وتعمل لنا شير، وانتظر مننا المزيد الفترة اللي جاية.